مرحبا فيكم عزيزة الأم في برنامجكم اليومي طبق المرقوق اليومي. اليوم بنعمل لكم خبز ساج على حطب القرطة أو جمر القرطة. بتعملي هيك الصاج بتنظفيه، وبعدين عزيزة الأم بتسملين الصاج سمل زين جعل ما يسمل تأشر. لما بتشوفي الصاج قام يدخن هيك بتعرفي انه مسمول يا ملسمل. بعدين عزيزة الام فيك تعملي عليه العجينة يا مل العجينة. هيدا العجينة معمولة بحليب النياق هيك محلوبة حليب خلفاي مقادير، وهذه المقادير عندنا عاملينها من امبارح. بعدين تاخذي العجينة وتقولين بهاللون وتعملينها، تجمعين عجينتك يا مال العجينة هاللون. وبعدين لما بيخلص العجينة كلها بتقومي بتفردينها هيك. العجينة هاي ما بتنفع الا في المربعانية لما تشد المربعانية. معليش عزيزة الأم قمت أشرق من انفعالي مع هالخبزة. هايدي الخبزة معمولة فيك تعمليها هيك وفيك تعمليها هيك مثل ما بدك. وبعدين عزيزة الأم هايدي الخبزة معمولة على جمر القرطة، مو مثل بعض الناس اللي بيعملوها بالفرن، ما بتنفع هيك في الفرن. مثل حريم الوقت هايدي اللي بيكبروا المسايدة وبيناموا وبياكلوا الزعتر وبياكلوا البيتزا. هيدي معمولة على جمر القرطة، فيك تعمليها على جمر القرطة، فيك تعمليها على جمر الغضا، فيك تعمليها على جمر الرمت مثل ما بدك، لأنه شنو كله رمت كله جمر يا مال الجمرة. بعدين بتشوفي العجينة يا منها قامت تفقع هاللون، اعرفي انها حدرية بدها يستوي، وما تقولي بهاللون تاخذي بهجر من هاللون وتاخذيها شوي توزعين الحرارة يمين يسار مشان تستوي الخبزة كثير. بتخليها بتنشف هيك، وبدك تعمليها هيك تعمليها، وبدك تعمليها هيك اعمليها. والله اني داري يا عزيزة الام ما انت يم هالشغلات ولا وجهك وجه مصالي. الله يا شو خلف على رجالك يا عزيزة الام. تحيات مطعم لك من يدي له. ايه هيدا مطعم الشيف الاستايز شو اسمه؟ من ايدك إله. من ايده الى الو. لا طلع نوعية في هالنوعية. احنا عزيزة الام عملنا الخبزة وخلصنا، بتطلع الخبزة هيك عزيزة الام هيك الخبزة. عمرك شفتي احلى من هيك خبزة؟ ما شفتي لانك خارقة. وبالهناء والعافية.